يحرم على الرجل أن يختضب بالحنة في مناسبة الزواج أو غير مناسبة الزواج، وذلك لأن الخضاب بالحنة من خصائص النساء، فإذا فعله الرجل كان متشبها بالمرأة، وتشبه الرجل بالمرأة من كبائر الذنوب، كما أن تشبه المرأة بالرجل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. ولأن هذا يؤدي إلى حالة نفسية يشعر بها المخضب ويشعر بها من شاهده، حالة نفسية تكون كحالة المرأة بالنسبة للرجال أو الرجال بالنسبة للمرأة، فيحصل بهذا فتنة كبيرة عظيمة. وخلاصة الجواب أن اختضاب الرجل بمناسبة الزواج أو غيره محرم، بل من كبائر الذنوب لما فيه من المشابهة للنساء.